وسط. ولا تنسى عزيزي المشاهد قيمة يزيد قيسي ولا محمد السيد. هنا باسم عباس العراقي بديل تكتيكي مهم، نزل كلاعب خط وسط ثم اصبح ظهير ايسر قادم من العربي. توكل. هذا هو سبب ابعاده عن قطر. ابعدك عن قطر؟ اي هو سبب عدم دخول قطر يعني دقوا له منع انه ما دخل قطر بوقتها. اي وفسخ عقده مع مصلال او 300,000 دولار لحد هذه اللحظه انا ما ماخذها بسبب هذا الفيديو. شنو العلم العراقي؟ السبب الرئيسي هو العلم العراقي. كان اكو براجيل امامي اخذ العلم البرازيلي وصعد، فانا تعرف كل انجاز او كل مناسبه انه واحد يفتخر ببلده أكيد. خاصه اذا كان بغربه. فاخذت العلم العراقي وخليته على كتف الناس صعد افتخر امثل العراق. حلو. فرفضوا الحمايه انه اصعد بالعلم. شفتنا اشرت على الحمايه. تمام. صعدت للشيخ طبعا بالمناسبه يعني. شنو المناسبه هنا كانت؟ اخذنا الكاس، كاس الامير. حلو. المصلال والغرفه كانت المباراه واخذنا الكاس المصلال. يعني حتى بدون اخلاقيات بصراحه، يعني كان اكو تجاوز من قبل الحمايه، فاخذوا العلم وجروني ينزلون يعني تقريبا بايتين. فصعدت غضبان يعني مهضوم بصراحه انه انا بغربه ويتعاملون بهالطريقه، ليش بس العراق يتعاملون بهالطريقه؟ فصعدت سلمت على الشيخ فقلت له انه انا عراقي والاشخاص اللي وياك ما احترموا. قال منو؟ فاشرت له انه على اشخاص انه العراق على مود العلم. فضربنا على كتفي. قال يعني انا اخذ لك بحقك او هالشيء. حلو. فطلعت قبل لا اوصل البيت كان اكو اتصال من الشيخ فيصل اللي هو رئيس نادي المصلال. حلو. قال الامير زعل وانت خلاص خارج اسوار نادي المصلال وتغادر قطر فورا. فقلت له السبب؟ قال على مود انه الشكوى وكذا ما احترمت. فقلت له انا محترم، بس انتم ما احترمتوا اسمي ولا اسم العراق فقال خلاص سكر التليفون. فبصراحه انا اضطريت انه اخذ اغراضي وكذا وسافرت رجعت فورا. اي رجعت دقوا المنع. فهذا موضوع طبعا انا حكيت بعده شاشات تلفزيونيه لكن ما شفت المردود الايجابي بصراحه، والمردود كان سلبي. انا تفاجات انه لا تحكي انه علاقتنا بقطر زينه. كان رئيس الاتحاد بوقتها حتى اتصل علي قال علاقتنا بقطر زينه فلا تتكلم بهاي المواضيع. فبعدين استفسرت الموضوع، طلعت المعسكرات والمباريات كلها مجانيه بقطر. تمام. للمنتخب العراقي. فهذا الموضوع يعني.